في ليلة هادئة من ليالي برشلونة، وبينما كانت المدينة تغفو على وقع أمطار خفيفة، دوى خبر أعاد الزمن إلى الوراء. ليونيل ميسي عاد إلى الكامب نو، لا إعلان رسمي ولا استقبال جماهيري ولا حتى أضواء ولا شعارات، فقط خطوات هادئة في الظلام نحو العشب الذي خطى عليه أعظم فصول المجد. كأن الأرض نفسها كانت تهمسها قد عاد صاحبها. مشهد لا يصدق، لكنه حدث فعلا. ميسي اقتحم المعبد من دون دعوة، فقط بدافع الحنين. فقبل ساعات فقط من تلك اللحظة الخالدة وصل ميسي إلى برشلونة قادما من ميامي على متن طائرة خاصة رفقة عائلته وصديقه المقرب رودريغو دي بول. لم يتجه إلى قصره الفخم في كاستيل دي فيريس، بل اختار فندقا صغيرا قريبا من الكامب نو، كأنه يريد أن يكون على مقربة من المكان الذي لم يغادر قلبه يوما. وفي المساء تناول العشاء بهدوء في أحد مطاعم المدينة الراقية، ثم قادته خطواته نحو وجهة لم تكن على جدول الرحلة، الملعب الذي صنع منه أسطورة. في تلك الليلة وبينما كانت أضواء الرافعات تلوح فوق مدرجات سبوتيفاي كامب نو، ظهر ميسي فجأة. لم يدعى من النادي، لم يكن هناك مصورون رسميون ولا حتى تنسيق مع الإدارة، فقط طلب بسيط من العاملين في شركة البناء ليماك التي تشرف على تجديد الملعب: هل يمكنني الدخول؟ لا. تخيلوا المشهد، العاملون أنفسهم كانوا مذهولين، فالشخص الذي صنع مجد المكان يطلب إذنا للدخول إليه. لم يترددوا، فتحوا البوابة، وهكذا وقف ميسي وسط الخرسانة والغبار في ملعب نصفه ذاكرة ونصفه ورشة بناء. وما إن وطأت قدمه أرض الكامب نو حتى توقف الزمن. لم تكن هناك جماهير ولا أضواء، لكن في تلك اللحظة كان كل هدف وكل تصفيقة وكل دمعة في ذاكرة برشلونة تعود لتحييه. التقط ميسي صورا في الظلام ونشرها لاحقا على انستغرام بكلمات اخترقت القلوب: الليلة عدت إلى مكان أشتاق إليه من أعماقي، مكان كنت فيه أسعد إنسان في العالم. أتمنى يوما ما أن أعود، لا لأودع بل لألعب مرة أخرى. كلمات قليلة لكنها كانت كافية لإشعال العالم من جديد. رسالة حب صامتة من النجم إلى مدينته، إلى ناديه، وإلى التاريخ. صباح اليوم التالي كان اسم ميسي يشتعل في الصحف الإسبانية. برشلونة لم يكن يعلم بالزيارة، ولا حتى الرئيس لابورتا. لم ينسق أحد مع الإدارة، ولم تصدر دعوة رسمية. بعض المنتقدين هاجموا طريقة دخوله وقالوا إن ما فعله خرق أمني، وإن شركة ليماك لا تملك صلاحية السماح له بالدخول دون إذن. ولكن جمهور برشلونة كان له رأي آخر. إن كان أحد يستحق أن يدخل دون إذن فهو ليونيل. أما النادي فاختصر الرد بجملة واحدة: دائما مرحب بك في بيتك يا ليو. عبارة بسيطة لكنها بدت كأنها وعد خفي بأن تلك الأبواب ستفتح له يوما من جديد. البعض يقول إن ميسي جاء بدافع الحنين فقط، والبعض يرى أن الأمر يحمل رمزية أكبر، ربما إشارة، وربما بداية طريق لعودة مؤقتة عبر إعارة من إنتر ميامي خلال التوقف المقبل. لكن الحقيقة أن تلك الليلة لم تكن مجرد زيارة، كانت اعترافا صامتا بأن بعض الأماكن لا تغادرنا أبدا حتى لو غادرناها بأقدامنا. الكامب نو بالنسبة لميسي ليس ملعبا، إنه مرآة عمر كامل، من الطفل الذي بكى في أول ظهور إلى الرجل الذي جعل العالم يبكي في وداعه. وعندما كان الليل يوشك أن يغادر سماء برشلونة، وقف ميسي هناك عند حدود الحلم. العمال من حوله، الآلات تزمجر، الأضواء ترتجف على جدران الكامب نو الذي تغير وجهه. لكن وسط كل ذلك ظل ليونيل واقفا صامتا، كأنه طفل يرى مدرسته القديمة تهدم وتبنى من جديد. كان يراقب المقاعد الجديدة تركب، والمدرجات تعاد رسمها، والبوابة التي طالما عبر منها نحو الخلود تغلق مؤقتا. عينه لم تكونان تنظران إلى الإسمنت والحديد، بل إلى الذكريات التي علقت هناك. كل هدف، كل احتفال، كل ليلة سمع فيها اسم ميسي يرتد من جدار إلى آخر في الملعب الذي صار معبدا لكرة القدم. وأحد العمال قال لاحقا: لم نصدق من أمامنا، ظننا أننا نحلم. لم يكن ميسي لاعبا في تلك اللحظة، كان كأنه يعود لوداع قطعة من قلبه. في تلك الوقفة الصامتة ربما فهم الجميع أن ميسي لا يحتاج دعوة لدخول الكامب نو، لأن المكان نفسه يدعوه، لأن الجدران تعرف صوته، والمدرجات
تحفظ خطواته عن ظهر قلب. لكن القدر وكعادته مع ليونيل لا يترك لحظة تمر دون أن يحولها إلى مشهد أسطوري. فتخيل هذا، في نفس اللحظة التي كان فيها ليونيل ميسي يغادر الكامب نو، كانت هناك فتاة تصور مقطع تيك توك رومانسي مع شريكها أمام الملعب، وفجأة يظهر ميسي في الخلفية يمشي بهدوئه المعتاد وكأنه خرج من فيلم لا من الواقع. اللقطة تحولت إلى ترند عالمي في ساعات. الملايين أعادوا نشرها وهم يقولون حتى الصدف تبتسم لليونيل، ولم يكن في الأمر تمثيل أو ترتيب، مجرد مصادفة جعلت الأسطورة يمر من خلف أحد المشجعين وهو يوثق لحظة حب، ليصبح الفيديو حديث الانترنت يجمع بين العشق والحنين في لقطة واحدة. فتخيل ميسي لم يكتفي بملامسة قلوب عشاقه داخل المستطيل الأخضر، بل حتى عندما يمر صدفة في الخلفية يصنع المشهد الأكثر مشاهدة في اليوم كله. هذا هو ميسي ببساطة، أسطورة لا تحتاج إلى كرة لتصنع السحر. وهكذا يا سادة، لم يكن ما فعله ميسي مجرد مرور عابر في مدينة أحبها، بل كانت زيارة إلى الماضي واستعدادا للمستقبل. دخل الكامب نو بلا بروتوكول ولا ضوء، فقط بذكرياته وحنينه، كأنه أراد أن يقول للعشب والخرسانة والهواء: انتظروني، لم تنتهي القصة بعد. ربما لن نعرف متى سيعود ميسي لاعبا باللونين الأزرق والأحمر، لكن ما نعرفه أن برشلونة لم تعد كما كانت منذ أن غادر، ولا ميسي سيهدأ قلبه حتى يسمع الجماهير تهتف من جديد: ميسي ميسي. عندها فقط ستكتمل الدائرة. ولو كان الإبداع رجل لشكرته يا ميسي، والله على الشوط ده، لو كان الإبداع رجل لشكرته يا ميسي. مش ممكن على الروعة، لم يكن يوما عنوان الاستسلام. شوف الكورة وين ركنها، شوف وين حطها، علمهم يا ميسي أسطورتنا. والأكيد شوي عليك كلمة أسطورة. كل العالم مفتون بسحر قدمي. أوه، شنو هذا؟ شنو هذا يا ليو؟ شوف الكورة ليونيل، أنا الذي نظر الفن إلى قدمي واسمعت وأطربت مراوغات مت به صمم. مدانا يا حبيب الملايين، رهيب كالعادة، جوارد الأرجنتين. ليو وحده، ليو لوحده حكاية، ليو حكاية الكرة السحرية بأقدامه العالمية وفنونه الخرافية.